النضاليه الاستاذ سعد عابد عضو لجنه الاعلام الوطنيه بالتنسيقيه الوطني الاساتذه واطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. اليوم نتفق على خبر محزن، هو ان محكمه الاستئناف بالرباط قد ايدت الاحكام بخصوص الفوج الاول والمتابع منذ سنه 2021 شهر ابريل. هذا الحكم طبعا الابتدائي واللي ايدته محكمه الاستئناف، والقاضي بمحاك او القاضي ب يعني السجن الموقوف التنفيذ في حق 19 استاذ واستاذه، وكذلك السجن النافذ في حق الاستاذ نزهه مجدي. اذا احنا في التنسيقيه نؤكد بان هذه المتابعات هي جزء، هي غايه للتضييق على التنسيقيه وكسر نضالاتها. كذلك نؤكد بان هذه المقاربه القمعيه لن تفلح في كسر النضالات التنسيقيه، وباننا مستمرون في التنسيقيه. نذكر بان كذلك عندنا موقوفين، عندنا الاستاذ هلال اللي هو موقوف الى اجل غير مسمى، وعندنا كذلك الاساتذه الذين يتم احتجاز الاجور ديالهم في الاكاديميه ديال الرباط وفي الاكاديميه ديال فاس الى هذا الشهر، ولم يتم صرف الاجور ديالهم بسبب طبعا القرارات التاديبيه التي الصادره عن المجالس التاديبيه السوريه، واللي كانت فاقده للمشروعيه، واللي يعني تم احاله الاساتذه والاستاذات المفروض عليهم التعاقد لهذه المجالس بعد المعركه البطوليه ديال عدم تسليم النقط. وتحيه. اذا نحن مستمرون في معركتنا الى غايه تحقيق جميع المطالب. موقفنا من النظام الاساسي ومن جلسات النظام الاساسي التي تعد الوزاره والنقابات كان واضحا. نحمل المسؤوليه الى التنسيق الرباعي اللي كيحاول تنزيل واحد النظام اساسي تراجعي خطير جدا على يجهز على مكتسبات الشغيله التعليميه وعلى حقوق النساء ورجال التعليم. وكذلك هذه الجلسات تتم في واحد الوضع اللي هو لا يبشر بالخير. الان استاذه تحاكم بحكم استئنافي قاضي ب3 اشهر نافذه بسبب فقط يعني بسبب نضالها ونضالها السلمي الى جانب اخوانها واخواتها المفروض عليهم التعاقد. اذا احنا قلت مستمرون الى غايه تحقيق جميع المطالب، وكل هذه التضييقات والمتابعات والتوقيفات لن توقف النضال في التنسيقيه الوطنيه. وتحيه.